فيديو النهاردة مهم جدا، قررت اللي انا اعمله وعايزك تقولي رأيك تحت في الكومنتات، اللي هو الناس بتفكر كده ولا لا، او انت بتفكر كده ولا لا. اول حاجة، انا اؤمن بالحظ. هتقولي طب ما انت المفروض تجتهد وتتعب، اقولك ماشي كل حاجة، بس انا اؤمن بان في حظ في حياتك. اول حاجة، احنا كلنا محظوظين. ليه احنا كلنا محظوظين؟ لان انا وانت عايشين على قيد الحياة. ادام احنا عايشين يبقى احنا كده محظوظين. انا بعتقد ان الانسان هو اللي بيصنع حظه، يعني الانسان هو اللي بيشوف حظه حلو او وحش. ومن باي سيناريو انت بترى فيه نفسك، لان انت اللي بتصنع السيناريو ده، مش حد تاني اللي بيصنع السيناريو ده. انت اللي ممكن تكون في سيناريو حلو، وانت اللي ممكن تكون تبوظ حياتك اكتر من هي بايظه اصلا. عشان كده لو انت متخيل نفسك ان انت شخص محظوظ، فدي الطريقه الايجابيه الوحيده ان انت تشتغل في حياتك. ان انت عقلك هيتخيل ان انت شخص ناجح، ان انت شخص مجتهد، ان انت شخص بتسعى، ان حياتك دي حلوة، حياتك مش وحشة. فانت نفسك هتصدق، الناس هتصدقك، ابوك وامك هيصدقوك. فهتبدأ فعلا في العمل ان انت شخص كويس، ان انت شخص ناجح. هتبدأ تجتهد، هتبدأ تسعى مع نفسك. انت فرد استثنائي، هتصدق ساعتها ان انت فرد استثنائي. انا عايز اسأل سؤال للشباب: هو انت ليه عايش دلوقتي ومستمر في حياتك رغم ان انت بتعتبر نفسك مش محظوظ؟ بص، انا معرفش ازاي ده يفيدك، بس الحاجة الوحيدة اللي ما بيتحكمش فيها الناس هي عقلهم. لكن الحاجة المضحكة في ده، اللي انت مينفعش تتحكم في الآخرين، مينفعش تتحكم في الطقس، مينفعش تتحكم في صحتك. لو كنت مش سعيد أو مكتئب في حياتك أو حزين في حياتك، فانت يمكنك تغيير ده لو حاولت فعلا، لو حاولت بجد. لكن انت لو حاولت وما عملتش كده، يبقى انت بتقبل ان انت تكون حزين ومكتئب في حياتك. عشان كده الناس فقدت السيطرة على عقولهم. انا مش عارف انت بتسمح لعقلك ليه يسيطر عليك. انت المفروض اللي تسيطر على عقلك، انت اللي تديله الاوامر، مش هو اللي يديك الاوامر. ليه بتسيب عقلك يخربك؟ ليه بتسيب عقلك يوديك في حتة انت مش عايزها؟ انت لازم تاخد عقلك حليفك، تاخده في فريقك، تصاحبه، عشان تقدر توصل بيه للمكان اللي انت عاوزه. لان ده هو اللي هيوصلك، مش دي اللي هتوصلك. ده اللي هيوصلك لكل حاجة. مؤمن جدا بالثقة بالنفس والعقلانية، لأن الحاجة دي هي اللي تخليك تبذل قصارى جهدك لحد ما توصل اللي انت عاوزه. انت عليك ان انت تصدق نفسك ان انت شخص ناجح، ان انت شخص واثق من نفسك. ان انت لو صدقت كده، ده هيكون اقرب للحقيقة. انت ما صدقتش كده، فانت هتخسر في حياتك، هتخسر اصحابك، هتخسر نفسك، هتخسر عقلك. وده اهم حاجة. انا ما مؤمنش ابدا ان انت تخرب نفسك. انت لازم تساعد نفسك ان انت ترتقي لاعلى درجة. فاهمني؟ بس كده. سلام.